علشان الحضارة تندثر أول حاجة بتمر بمراحل ضعف داخلي، وده ليه أسباب هنشوفها في الحضارات دلوقتي. وبعد الضعف يحصل غزو على الحضارة، وبكده الحضارة تندثر تماما. طب ليه؟ ايه اللي بيحصل لما بيحصل غزو؟ لما بيحصل الغزو مش بيكون بس عسكري، لكنه كمان ثقافي ومعرفي. أول حاجة بتتعمل تدمير السلطة الدينية والعلمية. الغزاة أول حاجة بيعملوها يلغوا سلطة الكهنة ويقتلوهم، لأن الكهنة هم رمز الهوية والعقل المفكر للحضارة. لما يختفوا محدش يبقى عنده علم بالنصوص ولا المعاني القديمة. مثلا لما الفرس غزوا بابل سنة 539 قبل الميلاد، لغوا دور معبد إسكيلا اللي كان مركز العلم البابلي، فانهار التعليم الديني والعلمي تماما. تاني حاجة بتبقى الاستيلاء على المعابد والمكتبات. الغزاة كانوا بيشوفوا المعابد كأماكن خطر لأن فيها قوة رمزية، فكانوا يا إما يحرقوها زي اللي حصل في مكتبة الإسكندرية، أو ينهبوا محتوياتها من ذهب وكتب وبرديات يحولوها لعبادة جديدة، زي ما الرومان حولوا معابد مصر لعبادة آلهتهم. النتيجة ضياع السجلات الأصلية اللي كانت بتحفظ التاريخ والعلم. المرحلة الثالثة بتكون فرض اللغة الجديدة. اللغة القديمة كانت سر بقاء الهوية، فالغزاة بيفرضوا لغتهم في الإدارة والتعليم والدين. الجيل الجديد يتعلم اللغة الجديدة وينسى لغته الأصلية بالتدريج. مثال، بعد دخول اليونان مصر اللغة الرسمية بقت اليونانية، وبعد الرومان بقت اللاتينية، ثم بعد الإسلام العربية، فماتت اللغة الهيروغليفية. وبعد كل ده تكون بداية النسيان. بعد جيل أو جيلين الناس لسه شايفة المعابد والأهرامات، لكن مفيش حد يقدر يقرأ أو يفهم الرموز. اللغة القديمة ماتت، الديانة اتبدلت، والقصص اتشوهت أو بقت أساطير، لأن كل الأسرار والعلوم كانت عند الكهنة، والكهنة تم السيطرة عليهم وقتلهم.